يا ملا سلم استنى بيضة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. النهارده في يوم مفترج ويوم سعيد ويوم مبارك علينا وعليكم جميعا بمناسبه مولد النبوي الشريف، وكل عام وانتم بخير. والنهارده معانا حاجه حلوه كده هنعملها وعلى السريع كده، وتابعوا معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو فيه حاجات كتير وهتعجبكم. وتابعوا معايا الفيديو. اول حاجه معايا كده هنعمل صينيه كيكه كده بالشوكولاته، وبطريقه سريعه وبسيطه بمكونات بسيطه خالص في كل بيت. شوفوا هنعمل مع بعض ايه. اول حاجه معايا كوبايتين كده من الدقيق، ومعايا نص كوبايه من الكاكاو الخام، بس يكون يعني كاكاو خام كده ويكون كويس وجودته حلوه. واللهم صل على النبي. هندخلهم كويس كده عشان لو فيهم اي تكتلات ولا حاجه. ومعانا عليهم ظرف بيكنج باودر او معلقه كبيره بيكنج باودر. واللهم صل على النبي. هنركنهم على جنب كده وعليهم ايه ذره ملح. دي كل المكونات الجافه بتاعتنا. وهنبدا بقى في المكونات السائله. ومعانا 3 بيضات، والنهارده معانا 3 بيضات بس. لو انت حابه تزودي بيضه 2 او كده براحتك. عايزاها زي ما انا هعملها. هي كانت مكوناتها بسيطه وكانت ممتازه جدا ومظبوطه جدا وحلوه خالص. 3 بيضات هنضربهم كده بمضرب او بخلاط او بمضرب يدوي او المتاح عندك يعني. معانا كوبايه من السكر، واللهم صل على النبي. هنخفقها برضو مع البيض كده، وعليهم طبعا رشه من الفانيليا السايله او البودر زي ما انت حابه. ومعانا برضو مع كوبايه كده من الحليب، حليب بودرة بقى عليه معلقتين بودرة لبن بودرة كده، عليهم كوباية مية وبتدوبيهم. او لو عندك لبن حليب طبيعي بتحطي، عندك زبادي بتحطي. بس انا حطيته طبعا كان عندي لبن بودرة كده، وحطيت عليهم كوباية مية معلقتين ودوبتهم وعملوا كوباية لبن. فحطيت بقى ايه عندي كوباية حليب كده ونص كوباية من الزيت. واللهم صل على النبي. كل المكونات اللي معايا دي هنخفقها مع بعضها كده في المضرب في البوله كده. وهنخفق جامد يعني كل المكونات دي هنخفقها لعند ما السكر بتاعنا نحس ان هو دايب كده. وبعد كده هننزل على المكونات الجافه ونخفق كده بالمضرب اليدوي بتاعنا كده لما نحس ان العجينه بتاعتنا مظبوطه معانا زي ما انتوا هتشوفوا معايا القوام بتاعي كده. يبقى هنفضيها في الصينيه. طبعا انا غليت كوبايه ميه. طب الميه المغليه دي ليه؟ بتدي الكيكه هشهشه كده وبتبقى هشه وجميله جدا. هتشوفوا معايا. طبعا احنا بنحط لعند ما بنحس ان القوام بتاعنا مظبوط. يعني احنا ممكن ما ناخدش الكوبايه كلها ماشي. فانا ما خدتش الكوبايه كلها. وبجيب الصينيه بتاعتي بدهنها زيت كده وببدرها دقيق وبنفضها كده من كل الدقيق اللي فيها الزايد. وبنزل بقى بالخليط بتاعي. شايفين القوام بتاعه حلو خالص، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، يعني هو وسط. وما شاء الله كانت هتشوفوها معايا تحفه وهشه والله وجميله جدا. واللهم صل على النبي. بفضي كل الكميه بتاعتي كده في صينيه. والله ما عارفه الصينيه دي مقاس 24 او يعني جدين. واللهم صل على النبي. هنفضها كده علشان اطلع كل الهواء اللي فيها. وطبعا بكون مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 ومن فوق ومن تحت. وبحط الصينيه بتاعتي لما بتطلع بالشكل ده. ممكن لو عندك شوكولاته بقى بتزينيها بشوكولاته او بتاكليها ساده كده براحتك. انا كان عندي حتتين كده حطيتهم على الوش يسيحوا عليها وهي سخنه كده. واللهم صل على النبي. كان عندي بطاطا غسلتها كده وحطيتها عامله برضه ايه؟ في الفرن الحمد لله على السلام. بقول لكم يا حبايبي لسه جايه من عند والدتي، وبقى لها كده كام يوم 4-5 ايام. دي كيسه الهدوم بتاعتك. يا مرحبا يا حبيبتي. وطبعا انتوا عارفين ان انا زعلانه من ملوكه، وقلت لكم في الفيديو اللي فات كده عشان تعرفه مالك من غيرك مش راضي يسكت ومش عارفه اعمل منه اي حاجه. وكل شويه اقول بيت ملوكه دي وحشتني، البيت ملوكه الشقه مش حلوه من غيرها. يا جماعه ماما راحت السوق ومالك فضلي زيك فيهم مش عارفه تعمل. شايفه حمدي بقى الحمد لله مش بقعد بيه يعني. حتى اقول له خد لعب اخوك بياخده هناك يوديه الصاله ويسيبه يروح يلعب ويقفل على نفسه لوط مش عارفه فين. يا جماعه انا روحت سنه كنت رايحه مع خدت سمر لسه بقعد حبيبه وسمر كانت هناك. خدت ماما اتصلت على تليفون خالته وتقولي ده البيت وحش من غير كده. ده لسه واصله يا ماما. ايوه يا لوكا انت بتوحشيني يا لول وانت عارفه كده. عارفه ان انت بتوحشيني لو لحظه واحده.
ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، والله فعلا يا حبايبي البنات نعمه، ومن غيرها والله انا اليومين اللي فاتوا ده كنت محتاسه في الواد مالك ده. وحتى لو مش كان في مالك يعني برضه هي بيبقى لها وحشه كده، واخدين بالكم انتوا. يلا بعد كده بقى بجيب الكيكه بتاعتي لما بتكون هديت شويه كده، يعني بتكون بردت شويه صغيرين، بقوم جايه مقطعاها. وممكن تقطعيها وهي سخنه عادي طالما مظبوطه معاكي، مش هتنهري ولا فيها اي حاجه. شايفين القوام بتاعها بقى ما شاء الله، من تحت كانت جميله جدا، ومن فوق كانت ناعمه كده وحلوه. ومن يعني بصوا هشه خالص، بقول لكم شايفين يعني بتمطيها كده بتمط معاكي هشه خالص، بتبطى وتعلى معاكي في نفس الوقت، يعني مش معجنه ولا حاجه، وكلها فراغات لان داخل فيها هوا حلوه كده. برضو ورايا برضو مش مريح. زي ما انتوا شايفين بقى انا عملت كده كوبايتين شاي سخنين، وجبت بقى كده طبق وحطيت كام قطعه كده عشان الاولاد طبعا يتعشوا كده، وبالهنا والشفا. وتعالوا معانا بقى ايه كلوكي حته كيكه من الحلوه الصبحه بتاعتنا السخنه دي، وما شاء الله كان طعمها جميل جدا. الاولاد كلوا وانبسطوا. ودي البطاطا الحلوه بتاعتنا بعد ما اتشوت كده في الفرن، كانت بصوا مولعه نار، مش كنت عارفه امسكها، يعني انا كل شويه امسكها واحطها تاني بسرعه علشان مش كنت متحمله. وشايفين ما شاء الله من جوه عامله ازاي مستويه وشكلها جميل جدا. بس انا انصحكم ان اللي عنده بطاطا وعايز يسويها وما ما تاخدش معاه وقت في السوا او غاز كتير، يجيب كيس اللي هي الحراري بتاعت الاكل دي يا حبايبي، ويحطها فيها ويحطها في الفرن. قبلتيني يا ملعب. استنى البيضة، استنى الحاجات الجميلة، استنى الحاجات الجميلة. البوزة بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ لالا. بتاعت لالا يا سيدي. يلا اسم مين اللي هيشرب البوزة الجميلة دي؟ مين؟ ملوك. بس الكيس ده بتاع ملك، الراجل عامله لها مخصوص، وكان بيسأل عليها كل اسبوع يسأل عليك يا ملوك. استنى هديك. طبعا يا حبايبي رحت جبت لهم سمك، وجبنا بوظه، وجبنا بقى ايه خضره. جبت خضره كده شبت وجرجير عشان ان شاء الله نعمل النهارده شويه محشي حلوين كده معتبرين، علشان النهارده الموسم فاحنا لازم نطبخ ماشي. وده ميه ورد جبتها كده من المحل وانا جايه عشان انا محتاجاها. ويتابع معانا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. صباح الخير يا حاج. انت زعلانه امتى؟ انت زعلانه امتى يا لالا؟ ماما عملوا فيك ايه؟ لا عملوا فيك ايه؟ انت عملوا فيك ايه وانا مش هاد؟ انما اللوكه لما تفرحك ضربتيها ولا عملتي فيها ايه؟ اكيد عملت فيكي حاجه. ما في كده ايه يعني عمال مشاغبات هنا اهي. ما هو عمال يسحب كل شويه وعاوز ينزل تحت وانا اشد وازعل. كريم. والمخده اشجته. انت سعدت الميت يا لوكا. كيف بتريح يا لوكا؟ زي اجت لك اهي، اجت لك موتها زي طلع ناي. صباح الخير يا لالا، عامله ايه يا لول؟ وحشتينا يا ملوكه. البيت كان من غيرك والله وحش يا لول. انت عامله لنا ايه النهارده؟ عملت شاي ولا ايه؟ ملوكه بدات تجهز لنا الفطار يا حبايبي. شايفين عملت الشاي. دوبت الشاي ده؟ طيب بالراحه 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 بالراحه. طبعا مش هتعملوا سندوتشات بقى عشان بقى في كيكه، عشان كده بتجهزي الفطار، فطار سريع. اما لو هتجهزي يبقى مش هنجهز النهارده، انا اكيد اللي هجهز. طبعا عشان في كيكه كده كنت عاملاها لهم امبارح، طبعا هنشوفها معايا في الفيديو. لا مش امبارح، ده النهارده. زي ما انتوا شفتوا معايا كده ملوكه بنتي حبت ان هي تجهز الفطار، عشان طبعا انتوا عارفين ان في كيكه، والكيكه جاهزه وايه مش متعبه، مش هتجهز حاجه هتحضرها من اول وجديد. فهي عملت بس الشاي، ويا اللهم صل على النبي. الكيكه كانت جاهزه، حطيتها في الطبق وقالت يا ماما انا كده جهزت لكم الفطار. قلت لها ماشي يا ملوكه. انت بتعمل ودي مين بقى؟ الاستاذ حمود. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا حازني
ايوه يعني انت عايزه افهم انت بتعمل ايه؟ ده ايه بقى؟ بغسل. طب انت سايب الميه مفتوحه ليه؟ هتغرق الداني، ده انت هتعوم الشقه النهارده. انت جاي تغسل مواعين؟ يا حلاوه يا حلاوه، انت جاي تغسل مواعين مكاني يعني؟ تساعدني؟ الف الف شكر يا حمود، كتر الف خيرك يا حمود، شكرا يا حمود. خلاص يا حمود، خلى كل كوبايات. هو كده غسلت؟ حموده غسل كوبايه الشاي وغسل العده يا ولاد وساب الميه تغرق الشقه يا حبيبي. لا الكيكه عم تدافع عشان اغسل الطبق. ايه ده؟ الكيكه فين عشان اغسل؟ عشان تغسل الطبق عايز تفضي الكيكه؟ احنا هنسيبها في الطبق، هنغطي عليها في طبق تاني ونسيبها. انت عايز ايه يعني؟ عاوز حاجه اغسلها. عايز حاجه تغسلها؟ ما في حاجه. شكرا يا حمود، خد شنطتك وعلى الدرس مش عايزه اشوف وشك لغايه بكره. شايفه ملاك بعمل فيها بسجني. هو ده حالنا لما ببقى ايه عايزين نعمل شويه محشي، نقعد كلنا نساعد في المحشي واول واحد بيساعدها. شايفين؟ هو دي المساعده بتاعتنا. عملها ازاي؟ لوك بتعمل ايه؟ احنا هنعمل ان شاء الله النهارده شويه محشي. بص لوز العنب كده، هنعمل محشي يعني ولا كلمه محدش عمله في جمهوريه مصر العربيه قبل كده. انت يا معلم ايه رايك حاجه؟ يلا اهي بابا. فين بابا؟ سقفي يلا. زي ما انتوا شفتوا معايا كل اللي حصل ده من حمدي ومن الاولاد وهم بيجهزوا معايا كده عشان نعمل المحشي يعني. كتر خيري والله كتر خيري. يلا الحمد لله. طبعا معايا حله كده فيها ميه والميه دي غليت علشان معايا لحمه النهارده، لحمه جزار وبغسلها. واللهم صل على النبي، لما تفك كده بحطها في الميه المغليه دي علشان خاطر بعد كده تطلع الزفريات اللي بتاعتها وبشيلها اللي هي الريمه يعني، وبحط عليها بقى شويه البهارات الحلوين كده. ومعايا حله تانية فيها معلقتين من السمنه كده، وهحط عليهم كده بصلتين مفرومين حلوين كده عشان هعمل الصلصه بتاعه المحشي. ويا اللهم صل على النبي، جبت بصليه برضو فرمتها وحطيت عليها كمون وفلفل اسمر وبهارات وعملتها كده ادعكتها في بعضها كده في التوابل دي وحطيتهم على اللحمه بعد ما حشت الريمه بتاعه اللحمه. والبصله بتاعتي خدت لون كده حلو. وبعدين حطيت عليها بقى ايه الطماطم اللي انا فرمتها دي علشان نعمل بقول لكم الصلصه بتاعتي المحشي اللي احنا متعودين عليها. عايزه تحطي تومه برضو بتحطي، مش عايزه انا ما حطيتش تومه علشان خاطر الانتفاخ. وبحط الملح بتاعي والكمون والفلفل الاسمر وشويه البهارات الحلوين على الصلصه عشان تدي ريحه حلوه كده للمحشي وطعم حلو. وبسيبها بقى لما تتسبك مع نفسها كده. بكون انا بقى عملت ايه، جورت الكوسه والبتنجان والفلفل بتاعي اللي انا هحشيه. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو ما رضيتش ان انا اصور. وجبت بقى الرز بتاعي كده غسلته كويس وبرده خرطت الخضره بتاعتي وحطيتها على بعض كده وقلبتها كويس جدا. وحطيت الصلصه بعد ما نشفت من الميه اللي فيها والسوائل كلها. قلبتها كلها في بعض كده وعملت الخلطه الحلوه بتاعتنا اللي احنا معتمدين عليها في المحشي. وما شاء الله هحط عليها برده شويه كمون كده يدوا ريحه وطعم كده للمحشي. ما هو المحشي يعني كمون ادوا كمون للمحشي. طب ليه؟ عشان الانتفاخات وعشان الغازات وعشان ايه، يدي ريحه حلوه كده للاكل يا حبايبي. بحط برضو في ارضيه الحله كده شويه كده ايه خلطه يعني بصلايه طماطميه طرنشات كده عيدان من الخضره بتاعه المحشي كده وشويه بهارات عليهم بحطهم. وبحشي بقى الكوسه والبتنجان والفلفل بتوعي وبرصهم كده واحده في ريح واحده يعني بوقفهم في ريح بعد كده مش بنومهم في الحله يا حبايبي. واللهم صل على النبي، بملى الحله بتاعتي كلها بالكميه اللي معايا. وبعد كده هتشوفوا معايا انا بحط على وش المحشي ايه بقى. بحط على وش المحشي معايا معلقتين من الصلصه بسيبهم كده على جنب وبحطهم تبدلوا ليه علشان يدوا طعم حلو للمحشي كده. حتى برضو في محشي الكرنب بعمل نفس الحكايه وما شاء الله طعمهم بيبقى تحفه، مش محتاجين ان هم يخشوا الفرن والله. وما شاء الله بالهنا والشفا. اتفضلوا معانا بقى الغدا بتاعنا حلو ولذيذ كده وبسيط وخفيف وشويه محشي تحفه كانوا جايبين اخر الشارع. شويه الشوربه بتاعت اللحمه دي خلت المحشي بصوا ولا كلمه. ما شاء الله اللحمه دي كانت بتاعه الاضحيه بتاعه سموره اختي في العيد لما كانت جايبالي، فاكرين لما كانت جايبالي نايبه في العيد، ده لحمه الجاموسه اللي هي كانت جايباها لي. تسلم ايديها وربنا يوسع عليهم وكل سنه هم طيبين وتنعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. السنه الجايه يبقى اكتر. وعملت بقى شويه لسان عصفور ومعاهم شويه مكرونه كده يعني ترسه كده علشان خاطر مين الواد حموده طبعا
الواد مالك لما بياكل طبعا مش هياكل محشي، فانا بعمل له شويه لسان عصفور في الشوربه كده عشان لما يحب ياكل بالهنا والشفا. وادي المحشي بتاعنا استوى، شايفين ولا كلمه ولا واحده انهارت ولا واحده معرفش ايه. وتسلم ايدي وتستاهل بجوكو، والله المحشي ده كله يستاهل بجوكو. وشايفين شويه شوربه ولا كلمه برضو، وشويه مخلل حلوين كده حرشين كده، واللحمه الجميله بتاعتنا. وتسلم ايدي بقى، ايه رايكم؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات كلمه حلوه لو لسه معايا مكملين معايا في الفيديو، وصلوا على النبي كتير في الكومنتات. شايفين اللحمه دايبه دوب، والله دايبه دوب يا حبايبي. تسلم ايدي، تسلم ايدك يا بنتي سوسن. شايفين بدوق، يعني بقول لكم رايي في الاكل قبل ما ايه من الاولاد ياكلوا. ايه رايكم بقى؟ في حد بيعمل زي كده؟ يلا بالهنا والشفا، اتفضلوا معانا الغدا. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون بسيط كده وعجبكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم، باي.